إخواني أخواتي، السلام عليكم. والله حق للمغرب أن يفتخر بأبنائه، برجاله، بنسائه، بشبابه وبأطفاله. ففي وقت الأزمات تظهر النخوة المغربية، ويظهر التضامن، وتظهر الصفات الحقيقية للوطنية. زلزال الحوز أظهر الشخصية المغربية الحقيقية. فوالله هذه الأشياء تدفعنا إلى أن نفتخر بكوننا مغاربة. فبمجرد لنداء السلطات الصحية في المغرب المتعلق بالخصاص المهول في مادة الدم الحيوية في هذه الظروف العصيبة، تحركوا في طوابير طويلة وصلت أمام مستشفى تبرع بالدم في مراكش إلى حوالي كيلومتر تحت الشمس، كل ينتظر الدورة. أيضا قوافل تضامن من كل المدن المغربية قصدت منطقة الحوز وترودانت، من طنجة، من الناظور، من الدريوش، من القنيطرة، من الرباط، من الدار البيضاء، من مدن جنوب المملكة، من الجنوب الشرقي، حتى تلك المدن الصغيرة والهامشية البعيدة جدا عن منطقة الزلزال. نظمت حملات تضامن جمعت من خلالها الأغطية والأفرشة والمأكولات وغيرها من المواد التي يحتاجها هؤلاء، من أرفود، من الراشدية، من ميدلت، من إمزور، من الحسيمة، من كل المدن، وجدة. كل المدن انخرطت في هذه الهبة الوطنية، وهذا كما قلت هو الذي يبرز النخوة المغربية الحقيقية. وبالتالي في المغاربة دائما يقدمون صورة للعالم قوامها التماسك، تآزر، التعاون، نكران الذات. وفي هذه الهبة تساوى الفقير والغني. متعاونين ومازال كنتعاونوا بشي حاجه يجيبوها. شوفوا ما نعاودوش لكم داكشي اللي توصلنا به. نوريكم داكشي اللي درتو نتوما، الله يرحم الوالدين. درنا معكم مع الستة حدا مرجان، يرحم الوالدين. اي حاجه تقدروا تجيبوها جيبوها، وكلشي محطوط هنا. السلام عليكم. من وين جايين وين رايحين؟ جايين من دمنات. دقيقه نخرجوا من الطريق. اختي السلام عليكم. جينا من دمنات، مدينه دمنات، عامله ديال زلال، قنيمه زلال. حاملين معاكم شي مساعده؟ جينا مساعده ديال الخبز والحليب، ومعنا داكشي ديال الحوت. المهم مساعده اللي قادين عليها راه جايبينها. يعني جايبين معاكم اغذيه ستحاولون ايصالها الى اين تحديدا؟ الى امزميز وسميتو ديك دور الى دواوير، يعني في مناطق جبليه. حتى الفقراء يا أخي ساهموا بما هو مقدور عليه. والصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والله تدفعك إلى الخشوع. فالدموع تنزل من مقلتيك مهما حاولت إمساكها، ومهما حاولت أن تكون صلبا أمام هذه المواقف. أبكانا الزلزال ودفعنا إلى أن نحزن على أهلنا وإخواننا الذين دفنوا تحت الأنقاض. وبقدر ما أحزننا ذلك أسعدتني هذه الصورة التي عبر عنها المغاربة. هذه الأشياء كلها تؤكد على أن المغرب لا خوف عليه، على أن المغرب شامخ بأبنائه وبناته، بنسائه، برجاله، بأطفاله وبشبابه. فلنمت جميعا وليعش الوطن. خوتي العزاز، ما تنساو دعمنا باللايكات، وإلا كنتو مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.